في محطة مصر اللي هي باب الحديد، الناس رايحة وجاية من جميع الطبقات ومن جميع الأماكن. بيجي قناوي الأعرج بيدور على شغل ويقع على رصيف المحطة من شدة التعب. بيشوفوا عم مدبولي متعهد الجرايد في المحطة ويعطف عليه وياخده ويشغله عنده بياع للجرايد، ويشوف له كشك في مخازن المحطة ويسكنه فيه. بيلاحظ إن قناوي محروم وبيحلم بالجواز، وبيحتفظ بصور النجمات والفنانات اللي بيقطع صورهم من المجلات الفنية وبيلزقها على حيطان السكن بتاعه، ويفضل طول الوقت يبص على الصور دي ويسرح بخياله. كان قناوي بيحلم بهنومة بياعة الحاجة الساقعة وعايز يتجوزها، بيعرض عليها العقد الذهب اللي ورثه عن امه كشبكه للجواز، لكن هنومه كانت بتستهتر بيه وواخداه على قد عقله، لانها كانت بتحب ابو سريع اللي شغال شيال في المحطه وعاوز يعمل نقابه للشيالين تحفظ لهم حقوقهم وتوفر لهم الرعايه الصحيه عند المرض ومعاش يساعدهم اما يكبروا او يعجزوا. قدر ابو سريع يجيب مندوب من مكتب العمل عشان يشوف عدد العمال الموجودين يكفي العدد المطلوب لتكون النقابه ولا لا، وحاول يقنع الشيالين ينضموا للنقابه دي ويسيبوا المعلم ابو جابر اللي مسيطر على الشيالين وبيتحكم فيهم ويشاركهم في اجورهم واكل عيشهم. فدخل في صراع مع ابو جابر بسبب الموضوع ده. في نفس الوقت كانت هنومه عندها مشاكلها الخاصه مع منصور صاحب البوفيه الرسمي في المحطه اللي بيطاردها في كل مكان لانها بتسرق منه الزباين، فكان كل شويه بيلاحقها هو والشاويش حسنين عشان يقبض عليها. عرف قناوي ان هنومه ناويه تتجوز ابو سريع وحس انها مش له، واتاكد من كده اما اشترت صندوق عشان تحط فيه هدومها وحاجاتها وناويه تشحنه لبلدها فقوس عشان تتجوز ابو سريع هناك. فراح قناوي محضر صندوق تاني وطلب من هنومه تروح له الكشك اللي بيبات فيه عشان يرجع لها جردل الحاجه الساعه وكمان يديها العقد بتاع امه هديه. هنومه ما كانتش مطمنه له وخافت منه، فبعتت صاحبتها حلاوتهم بدالها تجيب منه الجردل. راحت حلاوتهم لكشك قناوي اللي في مكان متطرف وبعيد في المحطه، وكان قناوي مستنيها في الضلمه وافتكرها هنومه، واول ما جت طعنها بسكين وحطها في الصندوق وسابه لابو سريع عشان يشحنوا على فقوس. قناوي شاف هنومه عايشه فاتجنن، امال مين اللي قتلها وحطها في الصندوق؟ كانت الجثه بتنقط دم، ففتحوا الصندوق ولقوا حلاوتهم مصابه. ابو جابر استغل الفرصه وحب يخلص من ابو سريع اللي بيحرض الشيالين ضده، فاتهموا بقتل حلاوتهم. في نفس الوقت اتصل قناوي بالبوليس وبلغوا ان ابو سريع قتل هنومه، لكن عم مدبولي عرف الحقيقه وبلغ البوليس ان قناوي اتجنن وخطف هنومه وبيهدد يقتلها بسكينه كانت في ايده. فجري الجميع عشان يقبضوا على قناوي وينقذ هنومه منه. قناوي قعد يصرخ وهدد بذبح هنومه، فطلب عم مدبولي من البوليس وللناس ان هم يسكتوا ويسيبوه، وعرض ان هو يتدخل ويقنع قناوي يسيبها. وفعلا اتقدم مدبولي من قناوي وقعد يكلمه بالراحه كده ويسايسه ويقول له انه هيجوزوا هنومه وجهز له المهر والشبكه وجاب له جلابيه الفرح عشان يلبسها له بنفسه، وضحك عليه لغايه ما سايسه ولبسوه قميص مستشفى المجانين وكتفوه، وتم القبض عليه وانقاذ هنومه. فتقدم ابو سريع من هنومه اللي كانت مصابه بجروح وشالها ومشي بيها في الوقت اللي كان فيه قناوي عمال يصرخ ويستغيث بعم مدبولي. دور قناوي كان للفنان القدير محمد توفيق اللي كان هيبدع فيه، لكن يوسف شاهين قام بالدور بنفسه، ودي كان اول مره يوسف شاهين يظهر فيه على الشاشه كممثل بدل ظهوره ورا الكاميرا كمخرج. وكان مرشح لدور ابو سريع الفنان محمود مرسي في اول بطوله له، لكنه اعتذر بسبب ضآلة الاجر لانهم عرضوا عليه 50 جنيه، فقال ازاي ابقى بطل الفيلم واخد 50 جنيه، فراح الدور للفنان فريد شوقي. الفيلم من افلام الابيض واسود، انتاج سنه 1958، ومثل مصر في مهرجان برلين السينمائي الدولي سنه 1958. الفيلم لما اتعرض لاول مره في السينما الجمهور كان هيكسر السينما بعد تلت ساعه فقط من عرضه، لانهم توقعوا يشوفوا فريد شوقي زي ما هم متعودين دايما بطل ويضرب وبتاع، لكن لقيوه في منطقه تانية خالص، فاعترض الجمهور وكانوا هيكسروا السينما. لكن بعد سنوات من العرض الاول حقق نجاح كبير جدا على مستوى الجماهيري وعلى مستوى النقاد، واحتل المرتبه الرابعه في قائمه افضل 100 فيلم مصري في القرن العشرين. الفيلم بطوله يوسف شاهين، هند رستم، فريد شوقي، حسن البارودي، ومن إخراج يوسف شاهين. دي كانت حكاية فيلم باب الحديد. شكرا. من فضلك إذا عجبك الفيديو شرفنا بالاشتراك في القناة وعمل لايك وشير، وكمان ما تنساش تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.